سخنة 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 سخنة. احفظوا الوصفتين دول، هتحتاجوهم جدا في رمضان. هيخلص كده اهو. حلقة خاصة جدا بنحتفل بيها بالباستا، بس الباستا مش اي باستا، باستا سريعة. ازاي ممكن نعمل طبق سريع من الباستا بسرعة قبل الفطار؟ مش هياخد منك اي وقت خالص، عشان انا عارفة ان خلقك ضيق وراجعة من الشغل ومش طايقة روحك وصايمة وتعبانة وهلكانة، عارفة انا كل الكلام ده كله. عملت لك طبق لازانيا انما رهيب، هيخلص في ولا حاجة خالص. يلا تعالوا نشتغل. مقادير اللازانيا: محتاجين شيتات من اللازانيا، ربع كيلو من السبانخ مغسولة، لحمة مفرومة معصجة جاهزة من الفريزر، بصلاية مفرومة، 4 فصوص توم، 150 جرام من جبنة ريكوتا، 150 جرام من جبنة موتزاريلا، وحوالي نص كيلو طماطم معصورة. طاسة على النار، زيت زيتون، نفرم فصين التوم. أول ما تطلع ريحة التوم هنحط السبانخ اللي قطعناها، قلب 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 لحد لما تطرى. بعد ما طريت شلناها وحطيناها في مصفى علشان تنزل المية بتاعتها الزيادة. شايفين لسه خضرة. في نفس الطاسة، مفيش داعي نوسخ مواعين، زيت زيتون، هنحط البصلة المفرومة في زيت زيتون، نصفر البصلة، هنحط فصين الثوم الباقيين، هنحط عصير الطماطم، معلقة صلصة، هنحط ملح، فلفل اسود، نص معلقة سكر، شوية زعتر ناشف. هنسيبها تتسبك شوية. نشوف الصلصة اخبارها ايه. خلاص اهي حلوة بقت جميلة. هنحط لها اللحمة المفرومة المعصجة، قلب قلب قلب، اختلطوا مع بعض خلاص، ولا كأننا لسه طابخينهم مع بعض دلوقتي. وناخد بقى اللازانيا بتاعتنا دي ونكسرها في الصوص على طول. كسروها كده اي حاجة وقلبوهم جوه الصوص لحد لما يبتدوا يطروا. لو حسيتوا ان الصوص تقيل مفيش مانع نزود حبة مية كمان صغيرين او حبة مرقة براحتكم. اتأكدوا ان الصوص مغطي قطع اللازانيا عشان يستوي. صفينا السبانخ، هنحطها هنا وهنحط عليها الجبنة الريكوتا، هنقلبهم مع بعض وهنحط لها الملح والفلفل وقلب قلب قلب. خلوها على جنب. الباستا بدت اهي تطرى، هنشيل الطاسة من على النار، هنحط كل مكونات الطاسة في طبق الفرن، نسويها كده ونسوي سطحها. وخلوا بالكم انه لازم تبقى صوصي شوية عشان لسه هتستوي في الفرن. بمعلقة هناخد خليط الموتزاريلا والسبانخ ونوزعه بمعالق كده اهو. وعلى الوش هنحط جبنة موتزاريلا. وعلى الفرن. ايوه اللازانيا، ايوه بصوا يا عيني على الجمال والحلاوه. بصوا صينيه اللازانيا باللحمه المفرومه والسبانخ والجبنه الريكوتا، حاجه كده في منتهى الجمال. والطبق التاني اللي قدامي الملهلب اللي بيطلع شرار ونار ده، صينية ماكن تشيز غنية وعمرانة بالجبنة، وأحلى حاجة فيها إنها كلها اتعملت تك 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 كلها مرة واحدة، ما خدتش مني أي وقت. علشان نعمل ماكن تشيز محتاجين كيس مكرونة اللي هي الحلقات دي، كوباية لبن، حليب، 150 جرام جبنة جودة مبشورة، 150 جرام جبنة شيدر مبشورة، حوالي 250 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة، بيضة، 3 معالق من القشطة الحامضة ساور كريم، وهيبقى فيه شوية بهارات. أول حاجة حلة فيها مية وملح عشان نسلق المكرونة. هنحط المكرونة، نحط هنا الحليب، نكسر عليه البيضة، نحط ملح، نحط فلفل أبيض، بصل بودرة، توم بودرة، بابريكا، قلب 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 ونخلي ده على جنب. المكرونة اتسلقت وصفتها وخليت نقطة مية كمان فيها، يعني قد مثلا ربع كوباية. هنحط الكريمة الحامضة الساور كريم على طول عليها، نقلبهم سوا وتغلفها كلها. جبنة جودة، جبنة موتزاريلا، سيبوا دول عشان نحطهم من فوق الوش، وادي الجبنة الشيدر برضو سيبوا دول عشان الوش. قلب قلب قلب. هتبقى صينية خطيرة خطيرة في منتهى الجمال، أنا متأكدة. لازم تخلوها تهدى شوية قبل ما تحطوا خليط اللبن والبيض، ممكن تروحوا تعملوا تليفون مثلا. رجعنا تاني. دلوقتي الكاسترد اللي كنا عملناه تقليبة وصبوه على كل المكرونة، قلب 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 بقى كده جبارة على طبق الفرن كده كده. يا عيني يا عيني. على الوش شوية الموتزاريلا والشيدر اللي بقيناهم. الطبق ده يتاكل لوحده، مش عايز بقى جنبه اي حاجة تانية، خلاص هو
في كميه بروتين بتاعت الجبنه والبيض واللبن محترمه. داخله بقى الفرن دي تتدلع بقى، ونغرف بقى كده. الله 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 الله، تهبل تهبل، تجنن تجنن، يا عيني على الجبن. الله، ايوه الماك اند تشيز، مفيش احلى من كده ولا اسرع من كده. لو عجبتكم الوصفات دي ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب والكلام اللي انتوا عارفينه، تك 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 تك، وتكتبوا لي تحت مين اكتر واحده عجبتكم، اللازانيا اللي من غير طبقات ولا الماك اند تشيز السريعه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. كل سنه وانتم طيبين.